يا صباح الخير. يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا النهارده هنعمل مع بعض شوكولاته باونتي. طعمها حلو جدا، بيحبها كبار وصغيرين. ما طعمها ما يختلفش عليه اتنين، بمكونات بسيطه وسهله من غير سكر. كمان مش هنستخدم حليب محلى مكثف. طعمها زي الجاهزه ويمكن احلى كمان. بجد خطيره، لو جربتوها مره هتفضلوا تعملوها على طول من حلاوتها. ولو اول مره تشوفوني، انا زينه ودي قناتي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. المكونات اللي هحتاجها هما دول بس، 5 مكونات. عندي هنا اول حاجة معلقتين لبن جوز هند، ممكن كمان نستخدم كريمة خفق او قشطة. وعندي كمان 4 معالق زيت جوز هند في درجة حرارة الغرفة، ممكن كمان نستبدلها بزبدة، بس طعمها طبعا بزيت جوز هند احلى كتير. وعندي كمان معلقتين عسل نحل. هقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس لحد لما يختلطوا تماما مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد بقى ما اخلطهم مع بعض كويس ويبقوا بالشكل ده، هبدأ بقى احط عليهم جوز الهند. عندي هنا كوبايتين جوز هند حوالي 160 جرام، اللي هو مبشور جوز الهند العادي. وهقلبهم بقى مع بعض كويس بالسباتشولا او بالمعلقه كده لحد لما الاقي كل جوز الهند كده اتغلغل بالمواد السائله، وكمان اتشرب كده المواد السائله. عشان اتاكد ان كل حاجه اختلطت مع بعض كويس، بايديا كده هفركهم مع بعض كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده تبقى جاهزة معايا لما اخد قطعة كده واضغطها والاقيها تماسكت. وعندي كمان ربع معلقة صغيرة من الفانيليا البودر الخام. طبعا ممكن كنت هحطيتها من الاول بس انا نسيتها، مفيش مشكلة نحطها دلوقتي. وبرده بقى هقلبهم مع بعض كويس. الفانيليا بتديها نكهة وريحة حلوة جدا للباونتي بتاعتنا. وطبعا ممكن نستخدم فانيليا سايلة عادي، مفيش مشكلة. وبكده الخليط بقى جاهز معانا. هبدأ بقى اشكل الشوكولاتة بتاعتي. في كذا طريقة لتشكيل الشوكولاتة. عندي هنا القالب ده على شكل كده صوابع رفيعة، هبدأ احط فيها الخليط. هو ده قالب سيليكون طبعا، في منه احجام ومقاسات مختلفة. هحط بقى فيه خليط جوز الهند اللي احنا عملناه. اهم حاجة نضغط كويس جدا لما نحط الخليط فيه عشان طبعا يتماسك كويس، عشان لما نيجي نطلعها ما تتكسرش مني او اي حاجة. وهكمل بقى باقي الكمية. القالب ده عملي 10 صوابع بالحجم ده. هدخلهم بقى التلاجة لمدة نص ساعة لحد لما يتماسكوا. هوريكم برضو طريقة تانية للتشكيل. هاخد كمية كده من الخليط وابدأ اسويه كده واخليه على شكل صوابع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن كمان افرد الخليط في صينية فيها ورق زبدة وادخله التلاجة لحد لما يتماسك. وبعد بقى ما لما يطلع ابدأ بقى اقطعه مستطيلات بالحجم اللي نحبه وبالشكل بقى اللي احنا حابينه. يفضل طبعا بعد برضو مشاكل الشوكولاتة دي ادخلها بقى التلاجة برضو لغاية ما تتماسك. في الوقت اللي خليط جوز الهند ده في التلاجة، هبدأ بقى ادوب الشوكولاتة. عندي 100 جرام من الشوكولاتة الدارك، هدوبهم على حمام بخار وهحط عليهم كمان معلقة زيت جوز هند. ده بقى شكلهم بعد ما طلعوا من التلاجة بعد نص ساعة. بصوا بقى بطلعهم من القالب بكل سهولة. بعد بقى لما الشوكولاتة دابت هسيبها بقى تبرد خالص. احط بقى صوابع الباونتي كده في الشوكولاتة واطلعها بقى واصفيها من الشوكولاتة كويس، وبعد كده بقى احطها على ورق زبدة لغاية لما تتماسك. وهكمل بقى بقية الكمية. هسيبها بقى تتماسك. طبعا ممكن ادخلها التلاجة وممكن اسيبها تبرد في حرارة الغرفة، كده كده الجو ساقع فالشوكولاتة هتتماسك بسرعة يعني. يا رب الفيديو يكون عجبكم وهستنى رأيكم في التعليقات. بصوا بقى وهو ده شكلها. قد ايه وصفة سهلة وطعمها احلى كتير من الجاهز. وبألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها. طعمها حلو جدا، خطيرة بجد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها اول باول. باي باي.